السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. شاهدوا العجب الذي حدث في مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب ليبيريا، والتي جرت أحداثها ضمن الجولة الثانية من منافسة تصفية كأس إفريقيا 2025، حيث أن في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وفي هجمة منسقة للخضر ومن كرة مرتدة من الدفاع، حدث شيء عجيب لا يصدق، حيث أن اللاعب الجزائري آدم زرقان استغل الكرة المرتدة من الدفاع ليصوب تسديدة صاروخية لم نكن نراها من قبل إلا في الرسوم المتحركة، حيث بلغت قوة التسديدة 120 كيلومتر في الساعة، ما جعلها تكاد تقتلع شباك منتخب ليبيريا ليسجل الهدف الثاني للخضر، ويخرج على إثرها حارس منتخب ليبيريا مصابا.